29 فبراير 1960 مع 11:40 ديال الليل، زلزال بقوة 5.7 درجات مسح المدينة من الخريطة. أكادير اللي كانت جوهرة الجنوب صبحات مقبرة الآلاف الناس. تسعود وعشرين فبراير 1960 أكادير كانت مدينة بملامح مختلفة تماما. قصبة أكادير وفلا كانت هي القلب النابض، حي سكني عامر بالأزقة والديور المتلاصقة، ماشي غير أسوار خاوية كيف دابا، كانت مزيج بين المعمار المغربي التقليدي والبنايات الاستعمارية الجميلة في أحياء بحال طال برجد القديمة وإيمي واسيف. الحياة الاقتصادية كانت معروفة بميناء الصيد الصغير والنشاط التجاري المرتبط بالمرسى، وكانت كتعيش هدوء المدن الشاطئية الساحرة. ليلة الكارثة، التوقيت الزلزال ضرب في 11:40 في الليلة من ليالي رمضان. رغم أن القوة كانت 5.7 على سلم ريشتر، ماشي هي الأقوى عالميا، ولكن العمق ديالو كان قريب بزاف من السطح، الشيء اللي خلاه يدمر مدينة في 15 ثانية فقط. المقولة الشهيرة الملك الراحل محمد الخامس قال: كلمته التاريخية اللي بقت محفورة، لأن حكمت الأقدار بخراب أكادير فإن بناؤها موكول إلى إرادتنا وإيماننا. بعد المأساة بدأت مرحلة جديدة كليا في تاريخ أكادير، جعلت منها نموذج متميز في التخطيط العمراني. قرارات تاريخية حاسمة بأمر من الملك الراحل محمد الخامس قرر عدم إعادة بناء المدينة في موقعها القديم المدمر كليا، خاصة قصبة أكادير وفلا وحي طال برج القديم، نظرا لقربها من خط الصدع الزلزالي. ثم اختيار موقع جديد أكثر أمانا إلى الجنوب بعيدا عن الجبال، لتبدأ عملية بناء مدينة جديدة كليا انطلاقا من نقطة الصفر. تخطيط عمراني عصري وفريد. تميزات أكادير الجديدة بتخطيط عمراني حديث وعقلاني، شوارع واسعة ومنظمة ومناطق مخصصة للسكن وأخرى للتجارة والسياحة. ثم اعتماد معايير بناء صارمة مضادة للزلازل، هي الأولى من نوعها في المغرب، مما جعل بنايتها أكثر أمانا. برز نمط معماري متميز يجمع بين الحداثة واللمسات المغربية الأمازيغية، خاصة في واجهات المباني والمؤسسات العمومية مثل مقر البلدية والبريد. تحول اقتصادي وسياحي هائل. القطب السياحي فضل خليجها الساحر كورنيشها الممتد على الكيلومترات، استثمرت الدولة بقوة في البنية التحتية السياحي، مما جعلها الوجهة السياحية الأولى في المغرب لسنوات طويلة، واشتهرت فنادقها الفخمة ومطاعمها المتنوعة. القطب الفلاحي تعتبر منطقة سوس ماسة وأكادير عاصمتها الخزان الفلاحي للمملكة، فضل ضيعاتها العصرية وإنتاجها ضخم من الخضر والفواكه، خاصة الحوامض الطماطم. الموجة للتصدير، الصيد البحري، ظل ميناء أكادير واحد من أهم الموانئ في المغرب، سواء الصيد في أعالي البحار أو الصيد الساحلي والتقليدي، مما يشكل ركيزة اقتصادية هامة وتشغيلا لآلاف اليد العاملة. انت ولا انت اللي كتفرجوا فيا، الا وصلتوا حتى لهنا فشكرا من القلب. الا عجبك الفيديو فما تبخلش علينا باللايك وكومونتير وابوني والبارطاج وكل شيء. يقول لي الموضوع الجاي اللي بغيتونا نهضروا عليه في لي كومونتير. سلام.